اهلا بكم في برنامج مصر جميله من داخل متحف قصر المنيل. هصطحبكم انا ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف في جوله داخل اقدم البنايات في القصر، هو سرايا الاقامه. فاهلا وسهلا بكم، اتفضلوا. قامت وزارة الآثار المصرية بافتتاح متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بعد فترة طويلة من أعمال الترميم والإصلاح استمرت لمدة 10 سنوات، ويعد هذا المتحف من أجمل وأهم المتاحف التاريخية. ينفرد هذا المتحف عن باقي متاحف القصور بتصميمه المعماري الرائع، فقد بني على طراز إسلامي حديث مقتبس من المدارس الإسلامية والفاطمية والمملوكية، كما شاعت فيه الروح الفارسية والعثمانية. فالمتحف يعد مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة. طبعا احنا واقفين على مدخل سرايا الإقامة الخاصة بالأمير محمد علي توفيق. هندي نبذة صغيرة كده للي ما يعرفش. الأمير محمد علي توفيق هو ابن الخديوي محمد توفيق، وجده الخديوي إسماعيل، وجده الأكبر الوالي محمد علي باشا الكبير. والدته هي أمينة هانم الهامي الملقبة بأم المحسنين، بنت الهامي باشا حفيدة عباس الأول أول والي لمصر بعد الوالي محمد علي الكبير. طبعا الأمير محمد علي توفيق عندما شرع في بناء هذه السرايا أو القصر المجمع في المنيل، كانت أول هذه السرايات هي سرايا الإقامة اللي احنا واقفين قدام بابها الرائع. طبعا على المدخل الأساسي للسرايا الأمير محمد علي كتب النص التأسيس أنه أنشأ هذا القصر إجلالا للفنون الإسلامية ولروعتها وزخرفتها. فهو حاول في بداية النص التأسيسي أنه هو يعيد جمال وروعة الفنون الإسلامية مرة أخرى في خلال قصره اللي موجودين حاليا احنا بداخله. هذه السرايا في نصها التأسيسي اللي كتبه بلوحة على الرخام رائعة الصنع والجمال بالحروف الهندسية، هي أنشأت سنة 1321 هجريا، و 1321 هجريا هو يواكب أو بالتاريخ الميلادي 1903. الأمير اشترى هذا القصر قبلها الأرض بسنوات قليلة، سنة أو سنتين، وشرع في البداية في بناء أول هذه السرايات سنة 1903 زي ما موجود النص التأسيسي. هنلاقي الأمير حاول يمزج ما بين الفنون الإسلامية المختلفة في قصره، لأن كانت هذه الفترة في بدايات القرن العشرين كان الطابع الأوروبي هو الغالب على القصور الموجودة في مصر في هذه الفترة. الأمير حاول يرجع لقوميته العربية أو للحضارة الإسلامية بشكل آخر من خلال قصره، فنلاقي مدارس مختلفة وفنون إسلامية مختلفة من أقصاها إلى أدناها بداخل هذا القصر. هذا القصر يعتبر مدرسة للفنون الإسلامية والعمارة بشكل عام، فأتمنى أن تكون الصحبة جيدة معاكم. هنشوف أول حاجة هو هذا الباب الرائع المكفت طبعا، وهنلاقي هو واخده من العمارة أو أبواب الزخارف اللي موجودة في شارع المعز، وخاصة برقوق وقلاوون. بس الأمير لقى عمل حاجة جديدة، وهو اعتزازه وقوميته العربية، وخاصة ان هو بيقول انا مصري، وده الشغل اللي موجود شغل مصر. فنلاقي موجود هنا وهو كان بيعتز بمصريته مكتوب شغل مصر، هو شغل الفنانين المصريين المتواجدين على الارض المصرية. وهنلاقي جمال الزخرفة، جمال الكتابات العربية اللي موجودة في الباب لا يضاهيها. احنا لو بنتكلم على الحقبة المملوكية اللي هو اخذ منها هذا الباب كانت قبلها بقرون، هو قدر الأمير سنة 1903 يرجع هذه الفنون الإسلامية مرة أخرى. فاتفضلوا معانا نشرح باقي السرايا.
طبعا احنا دخلنا داخل سرايا الإقامة زي ما قلنا، هي انشأت 1903 1321. طبعا احنا دي أول غرفة أو أول مكان فيه إن احنا بنسميه بهو النافورة، وهو سبب تسمية هذا المكان بهو النافورة هو وجود النافورة الأندلسية اللي حاول الأمير يضاهي أو ينقل الزخارف والفنون الإسلامية اللي موجودة في الأندلس، وتكون هذه النافورة هي باكورة وجودها هنا في البهو اللي موجود في قصره. هنلاقي كمان الزخرفة اللي موجودة على الحوائط بأشكالها والإشاني اللي حاول الأمير إن هو يبدع في نقوشه اللي هو اختارها بنفسه. زي ما قلت لحضراتكم ان الغرض الاساسي من انشاء هذا القصر هو احياء للفنون الاسلاميه واجلالا لها، فحاول الامير ان هو يبقى في مجموعه من الفنون الاسلاميه المختلفه بدون نفور الجمال، فحاول يوضحها لنا في قصره بما يتناسب مع هذه القيمه والقامه اللي هو كان فيها. هنلاقي جميع الإشان اللي احنا شايفينه ده هو الأمير كان بلغة عصره أمر بعمله له مخصوص لقصره في من مدينة أزنك في تركيا. لاحظ كمان ان شغل الارابيسك اللي موجود على اللوحات الفنية اللي هي الأعداد اللي موجودة من التيبلز نفسها الدكك نفسها والترابيزات اللي موجودة. كمان هنلاقي روعة السلم اللي موجود الخشبي المطعم بالصدف والعاج. وهنلاقي في اللوحة الرئيسية اللي موجودة في سرايا الإقامة هي لوحة محمد علي باشا الكبير مؤسس الأسرة العلوية اللي طبعا حكم مصر زي ما احنا عارفين من 1805 حتى وفاته 1849. هنلاقي حتى كمان ما بين وجود اللوحة الأساسية أو اللوحة الزيتية الرائعة لمحمد علي كبير في شكل تابلو من شجر الثرو. وشجرة الثرو ليها حكاية جميلة قوي كمان في الحضارة الإسلامية والحضارة العثمانية بصفة عامة. تعتبر هي المتوفي، كان دايما المتوفي كانوا بيحاولوا يحطوا دايما بجانب المقابر لها شجر الثرو، لأن هي معناها ان هو من الأعمال الخيرية اللي هو عملها فيكون ليه سند في الآخرة. طبعا هنلاقي كمان الكتابات العربية اللي موجودة عندنا على الإشاني وعلى الألواح اللي موجودة. هنلاقي كمان عندنا إحدى الغرف اللي موجودة عندنا بجانب الداخل، وهي غرفة تسمى الشكمة. هي طبعا هو لفظ تركي، وكانت هي غرفة مخصصة للسيدات. هذا البهو اللي بنسميه بهو النافورة كان بيقام فيه بعض الحفلات وبعض الأمسيات اللي كان الأمير بيستضيف فيها كبار الشعراء وكبار المغنيين في هذا الوقت أو من السياسيين، وكانوا بيستمروا فيها في موجودين في هذا المكان. طبعا احنا لا يفوتنا ان احنا كل مكان بندخله في سرايا الإقامة او السرايتين اللي موجودين اللي انشاهم الامير، الزخرف والزخف اللي موجود في الزخارف اللي موجودة على الاسقف. الامير محمد علي توفيق زي ما شاف في اوروبا وهو كان تربيته ودراسته في اوروبا لفترات طويله، شاف ان ابداع الفنون او الفنانين الكبار في اوروبا كانوا دايما بيبدعوا على الاسقف اللي موجوده في سراياتهم او في كنائسهم او في مختلف العمائر اللي هم بينشأوها. حاول يبدع في الزخارف اللي موجودة على الأسقف سواء من الكتابات العربية والخطوط العربية المتمثلة بأنواع مختلفة وطرز مختلفة. كمان الزخرفة ما بين الألوان اللي احنا شايفينها فيها سيمترية عالية جدا، وحاول يبدع في السقف كل سرايا من سراياته بداخل القصر أو حتى الغرف اللي موجودة. مستحيل هنلاقي سقف شبيه الآخر، وهذا من إبداعات الفنان المصري المسلم وأيضا الفنان الأمير محمد علي توفيق. تفضلوا معانا راديو.
طبعا احنا داخل سرايا الإقامة عندنا احنا المكان اللي احنا واقفين فيه حاليا ده بنسميه بهو المرايا، بسبب ان وجود مرايتين أساسيتين فيه بيدوا اتساع للمكان. هذا المكان هو اللي كان بيؤدي إلى المكتب الخاص للأمير محمد علي توفيق. هنلاقي كمان اختلاف الألوان الإيشاني اختلفت، حتى التفاصيل والزخرف والنباتات اللي موجودة على الإيشاني مختلفة. هنلاقي كمان زهرة اللالاه اللي كانت مشهورة في الدولة العثمانية، وهي كانت شعار الدولة العثمانية في وقت من الأوقات. هنلاقي كمان هنا الأمير محمد علي توفيق حاول يحط لنا سلاطين بني عثمان، 36 سلطان اللي حكموا السلطنة العثمانية. الأمير محمد علي توفيق حاططهم على الحوائط الخاصة بأسره، وذلك طبعا لأن احنا عارفين أن أصل الأسرة العلوية يرجع للأصل العثماني. هنلاقي كمان عندنا الزخارف والفرنتشر أو الأساس اللي موجود هو أساس بسيط في حد ذاته، بس يعطي معنى كبير جدا للمشاهد ان هو اساس بسيط. هنلاقي السجاد اللي موجود سجاد من تركي او فارسي، وكمان الدكك اللي موجوده او الانتريه اللي موجود بسيط جدا من الخشب العادي، وموجود عليه الكليم اللي هو بيتعمل في مصر العليا في الصعيد مصر. وكان بيعتز دايما الامير، كان بيحاول يحط دايما لمسه مصريه خالصه في سرايته. هنلاقي كمان عندنا هنا التمثال اللي ورايا، تمثال رائع جدا من الالباستر الابيض لجده الخديوي توفيق، طبعا اللي هو بعد محمد علي الكبير هو باني مصر الحديثه، وكان في عهده افتتاح قناه السويس سنة 1869. هنلاقي استكمالا للأمير اللي هو كان بيحاول يحط في سراياته أو في سرايا الإقامة الخاص بيها، زي ما شفنا الغرفة الخاصة بالشكمة بره هي للسيدات عشان السمر أو الحفلات اللي كانت بتقام في السرايا الإقامة. هنا حاطط برضو وضع غرفة رائعة جدا للسيدات عشان برضو نفس المكان هنا الغرفة أو بهو المرايا كان بيبقى موجود في بعض الحفلات السمر، برضو عشان السيدات تبقى قاعدين براحتهم ويقدروا يشوفوا سواء الشعر أو الغناء أو ما خلاف ذلك من الأسمار اللي كانت بتوجد في الوقت ده. طبعا هنرجع تاني ونشوف روعة الزخارف اللي موجودة في الأسقف سواء من الخشب أو من الكتابات العربية الإسلامية، سواء بالأدعية أو بنصوص تأسيسية. وهنلاقي في الدور العلوي شكل الزخارف الموجودة والتابلوهات اللي موجودة من الزهور اللي الأمير محمد علي توفيق كان بيرسمها بنفسه. فاحنا في حضرة أو في وجود قصر لأمير كان هو الأشهر في وقته أو في عصره، كان فارس، كان فنان، كان مهندس، كان كاتب، كان يجيد أكثر من 5 لغات، زائد أنه هو كان ولي عهد المملكة المصرية ل3 مرات. هي المرة الأكبر أو الأكثر سنوات هي في عهد الملك فاروق بعد ما تولى العرش، واستمرت ل15 سنة حتى ولادة الأمير أحمد فؤاد الثاني سنة 51، وأصبح هو ولي عهد أبيه. الأمير محمد علي توفيق كاتب كتابين نادرين جدا عن الخيول العربية، وهم يعتبروا مرجع في السلالات المصرية العربية عن الخيول. كاتب جميع رحلاته اللي خرجها بره مصر، كان كل رحلة بيخرجها كان بيرجع بيكتب عنها كتاب شامل ملاحظاته في هذه الرحلة ومشاهداته في هذه الرحلة، وهي تعتبر مراجع هامة جدا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. بنقدر نرجع لها في تاريخ جزء كبير من الأماكن والآثار اللي اندثرت حاليا بحكم قدامها أو الزمن أو نشوف بعض الحروب، فبنحاول نشوف هذه الأماكن مرة أخرى من خلال الأمير محمد علي توفيق. الأمير مكتبته تبلغ 7000 كتاب جمعها من أمهات الكتب على مدار سنوات عمره، اللي زي ما احنا قلنا في الأول ان هو اتولد 1875 في سراي القبة، واتوفى سنة 1955 في لوزان بسويسرا، وجثمانه جه هنا في مصر ودفن
في قبة أفندينا أو قبة والده أفندينا اللي هو الخديوي محمد توفيق في الدراسة. احنا في وجود قصر أمير غير عادي. عندنا كان الأساس، هرجع تاني وأقوله، هذا القصر بني إجلالا للفنون الإسلامية وإحياء لها، وهو ده كان الغرض الأساسي. هنشوف تنوع الزخارف، هنشوف مدارس مختلفة من المدارس الشامية المغربية وحقب مختلفة من الطولوني والأموي والعثماني والفاطمي حتى الأندلسي وبلاد المغرب. القصر في جزء كبير من عمارته يتبع هذه الطرز. الأمير محمد علي توفيق ترك هذا القصر بعد وفاته للحكومة المصرية والأبناء الشعب المصري، يوهب لهم بعد وفاته حتى يتمتعوا ويساعدوا الأبناء اللي بيدرسوا الفنون والعمارة والآثار إن هم يشوفوا ميكس ما بين الفنون الإسلامية مجتمعة في مكان واحد.